في لايف اتفتح على التيك توك من كام يوم وانتهى بشكل صادم جدا قدام الناس. كل اللي قعدت اسأله لنفسي هو كم طفل كان بيتفرج. احنا بنطمن قوي لما ولادنا بيكونوا هادين وقاعدين في اوضتهم قدام شاشة، هم محاطين بعالم كامل مليان بناس غريبة وافكار تقيلة وحاجات ممكن تحصل في ثانية من غير اي تحذير. الطفل مش بيتأثر فجأة، هو عمال يتبنى فكرة ورا فكرة. لما يتعرض لحاجة صادمة زي اللي حصلت في اللايف هو مش هيستوعب، بس مخه هيخزن اللي هو شافه. اللي حصل هو مش مجرد حادثة مؤلمة، اللي حصل هو ريمايندر ان الطفل الموبايل اللي في ايده ممكن يفتح له ابواب كتير جدا هو في غنى عنها. والمشكلة الاكبر مش في الموبايل ذات نفسه، هو في الالجوريثم اللي عمال يديله في افكار وبيفكر له وبيقول له هو يتفرج على ايه. لو عايزين تحموا اطفالكم الرقابة مش كفاية، احنا لازم كمان نشاركهم، نقعد معاهم ونشوف هما بيتفرجوا على ايه وناخد وندي في الكلام، بدل ما نحاسب ونقول انت ايه اللي انت بتتفرج عليه خلي فيه فضول شوية في السؤال، فضول ان احنا نعرف لو في حاجة هو اتفرج عليها لخبطته خوفته، خليه يحس بإحساس معين، ونبدأ نبني الوعي عند الطفل إن مش كل حاجة هو بيتفرج عليها حقيقية. وأهم حاجة هي إن احنا نبني ثقة ما بيننا، نقول للطفل مفيش حاجة انت ممكن تعملها أو تقولها هتقلل من حبي ليك. إن اللي أخطر من إنه الطفل يشوف حاجة هو مش مفروض يشوفها، إنه يشوفها لوحده ما يلاقيش حد يتكلم معاه فيها. ياريت تشاركوا الفيديو مع أم أو أب عندهم أولاد وعندهم مطلق الحرية على السوشيال ميديا.